السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل وصفة حلوة للسحور، هنعملها من البطاطس. هي وصفة بطاطس حلوة وسهلة وبسيطة ومش هتكلفك كتير. مكوناتها ان شاء الله هتكون موجودة عندك في البيت، هتعملي احلى طبق بطاطس للسحور. اول حاجة هنا في البداية معايا كيلو من البطاطس. بدأت هنا نقشر فيه. ده كيلو، لو انت عايزة تعمله نص كيلو هتحطي نص الاضافات اللي هنضيفها عليه، وتعملي يعني اقل من الكمية دي لو انت شايفاها كتير. اعمليها بسمك يكون متوسط، يعني ما تعملهاش رهيفة ولا تخينة قوي. جبت الحلة اللي معايا وحطيت فيها البطاطس بعد ما غسلتها. تغسلي البطاطس الاول وبعد كده تضيفي عليها مية، هتغطيها بالشكل ده. هنرفع كده الحلة على النار وهنسلق البطاطس بعد ما تتسلق معانا. قلت اوريكم بس هنا تسوية البطاطس بعد ما اتسلقت يعني. بعد كده صفيتها بالمصفى وسبتها شوية كده، صفت كل المية اللي فيها. جبت هنا الهراسة، يعني اي حاجة عندك هتهرسي بيها البطاطس وتنعميها حلو. جميلة جدا الوصفة دي، جربيها ان شاء الله هتعجبك وهتعمليها في السحور. هتنفعك، يعني تعمليها في الايام اللي جاية في شهر رمضان. هتنفع كده طبق جانبي جنب السحور. جبت هنا المعلقة وهبدأ كده ألم البطاطس من الجوانب بالشكل ده. أنا بعد ما هرست هنا البطاطس، أول حاجة بضيف الملح، وبعد كده ضفت كده أقل من ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الثوم البودرة، ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة أو السبع بهارات. وضفت 4 معالق كبار من الدقيق، ومعايا هنا كانت 4 معالق كبار من البقدونس، من ورق البقدونس. وبدأت هنا أقلب في البطاطس. هنقلبها كده تقليبة حلوة عشان كل المكونات يعني والملح والتوابل اللي احنا حطيناهم يختلطوا حلو. بس انا هنا قلت ايه، المعلقة مش هتنفع، فقلت ايه اخلطهم كده بايدي. حبايبي المشتركين عندي في القناة، ياريت تشجعوني كده وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. لما حد بيبعت لي منكم تعليق انا بكون فرحانة على الاخر، يعني ببقى سعيدة على الاخر، وبالتعليقات بتاعتكم يعني بتشجعني ان انا اعمل فيديوهات واقدر اكمل يعني. انا بعد ما خلصت البطاطس وقلبتها حلو، حطيت كده حبة زيت على ايدي وملست كده البطاطس من فوق سويتها يعني. هنعمل هنا الخليط اللي هنحط فيه البطاطس، اللي هو هيخلي البقسماط يلزق في البطاطس. يعني انا حطيت هنا 4 معالق كبار من الدقيق وعليهم بيضة، وعليهم كده رشة ملح ورشة فلفل اسود. بعد كده هجيب كوباية من المية وهضيف كده حبة حبة منها، وابدأ كده اخلط العجينة معايا. هضربها كده حلو واضيف حبة تاني من المية لحد ما اخلي قوام العجينة يكون سايل معايا، انا مش عايزاه تخين يعني. الوصفة دي انا عاملاها يعني بصي اقتصادية، يعني حاطة كده البيضة يعني هي بيضة واحدة حلوة. قلت اضيف لها ايه دقيق كده واحط عليهم حبة مية، فهيبقى ايه العجينة هتعمل معانا كتير كده وهتكفي كل الكمية بتاعة البطاطس. انا معايا هنا قد كوباية من البقسماط الناعم، وضفت عليه هنا 4 معالق كبار من الدقيق.
دي المعلقة الرابعة تقريبا اللي في الكيس كده، يعملوا بردة معلقة، فكده 4 معالق كبار من الدقيق، وضفت عليهم رشة ملح ورشة فلفل اسود، ومعلقة نص معلقة صغيرة من الثوم البودرة. وهنبدأ كده نقلبهم كده مع بعض تقليبة حلوة. انا هنا هقلب فيهم كتير عشان ايه يختلطوا حلو. قلبتهم هنا بايدي عشان كل المكونات كده تختلط ويبقى، بص انا عايزه شكل البقسماط يكون ناعم بالشكل كده. البقسماط بيبقى لوحده كده خشن، لما بتحط الدقيق بينعم معانا وبيبقى لونه فاتح، ما البطاطس لما نحطها في الزيت ما تحمرش بسرعه معانا يعني. الدقيق بيخلي البقسماط لونه اصفر. انا هنا قطعت البطاطس ودهنت ايدي بالزيت، ودهنت الصينيه اللي انا بقطع عليها زيت. هتبدأي كده تدهني ايدك وتحطي قطعة من البطاطس وتبدأي تسويها كده وتعمليها على شكل قرص صغير. هنكملهم كده بنفس الشكل كلهم. انا قطعت كل الكمية، بس قبل ما نبدأ نقليهم انا كنت حطيتهم في التلاجة ساعة. يعني بعد ما تقرصيهم وتقطعيهم دخليهم التلاجة كده قد ساعة. هنجيب هنا خليط البقسماط اللي معانا وهنضيف فيه البطاطس كده، هنحطها وهنبدأ نقلبها كده من الجنبين لحد ما البقسماط يمسك كده في البطاطس. معايا هنا طاسة على النار كنت حاطة فيها زيت وكان سخن، وهننزل كده بالبطاطس نحمرها. ما تنسيش تحط البطاطس ساعة كده بعد ما تقرصيها، تحطيها الاول في الفريزر كده قد ساعة عشان تعرفي ايه تعرفي تمسكيها كده وتحطيها في البيض والبقسماط يعني. هنا كنت قلبت 2 وكانوا التانيين لسه شوية، استنيت عليهم وبدأت اديني اقلبهم. خلاص كده احمروا معانا، هقلبهم كلهم. احمر قدامكم بس حاطة كده واحدة والباقي هكمله. ده شكل البطاطس بعد ما استوت معانا. كده هم استووا معايا، هطلعهم واكمل الباقي كده بنفس الطريقة. عايزة اقولك الوصفة دي من الوصفات برضه اللي ممكن يعني إيه تخزنيها في الفريزر، تطلعيها كده لما تكوني مستعجلة وعايزة تعملي اكل سريع يعني، وتنفع معاكي تطلعيها كده بسرعة في السحور تبقى طبق جانبي. ده شكل البطاطس، ده احلى طبق بطاطس هتعمليه في السحور. غيري من البطاطس اللي هي اللي بتبقى ممروسة كده واللي هي المحمرة. ده هيبقى تغيير، ووصفة سهلة وبسيطة ومكوناتها هتبقى موجودة في البيت يعني، مش هتجيبي حاجات كتيرة من برا. مكوناتها كلها اقتصادية يعني، مفيش حاجات كتيرة حطيناها، حتى يعني حطينا بيضة واحدة. عارفين يعني احنا الحاجة غالية والأسعار غالية وكل حاجة غالية يعني، فبنحاول نحط حاجات كده ايه ما بتبقاش مكلفة. قطعت البطاطس هنا بوريكم شكل البطاطس قد ايه مقرمشة من بره وحلوة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.